السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان. هنتكلم عن فنان اسمه محسن حسنين. محسن حسنين هو ممثل مصري مواليد اسكندرية. اتربى مع والده اللي كان بيشتغل خياط، لكنه لم يحب هذه المهنة بل عشق الفن والتمثيل. وفي يوم من الأيام راح الكازينو بتاع الأصابجي، والتقى هناك بمن توسط له ليدخل عالم التمثيل، وكان الممثل عبد المنعم إسماعيل. شارك محسن حسنين في أعمال فنية بدأها عام 1937 في فيلم سلامة في خير، واستمر لمدة 30 سنة. شارك فيها في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرح، وكانت أغلب أدواره دور رجل العصابات. وعلى الرغم من قصر مساحة ظهوره وقلة تنوعها، إلا أنه لفت الأنظار بملامحه الحادة وأدائه الطبيعي وتقمصه للشر، وأصبح من أشهر من أدى الأدوار الثانوية في السينما المصرية. ومن أهم أعماله الخروج من الجنة، وصراع في الوادي، والفتوة، وخطف مراتي، والمليونير الفقير، والعتبة الخضراء، وعنتر ولبلب، أجازة نص السنة. كما شارك في بعض المسرحيات، ومنها إلا خمسة، وحسن ومرقص، وكوهين، وياما كان في نفسي. وفي التلفزيون شارك في مسلسل الأبواب المغلقة ومسلسل العسل المر. أعمال الفنان محسن حسنين المرصودة ليه تجاوزت 230 عمل فني، منهم في عام 1937 فيلم سلامة في خير، وفي عام 1939 فيلم العزيمة، وفي 1939 أيضا فيلم سلفني 3 جنيه. أما في عام 1946 فشارك في فيلم الماضي المجهول، وشارك في فيلم عنبر عام 1948. وفي 1949 شارك في فيلم اوعى المحفظة، وفيلم عفريتة هانم، وفيلم هدى. أما في عام 1950 فكان مشاركته في فيلم بابا عريس وفيلم ياسمين. وله من الأعمال أيضا الفنان محسن حسنين رحمة الله عليه. تاريخ ميلاده كان 15 فبراير عام 1916، وتاريخ وفاته كان 19 سبتمبر عام 1978. توفي عن عمر 62 عام. الفنان الراحل محسن حسنين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.